بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يوم حزين في الدقهلية أمس. باتت الدقهلية حزينة أمس بعد هزيمة الأهلي الغير متوقعة 2-0 من بيراميدز، الذي كان يتسول الهدف لبيراميدز المتحول. نشاط فجأة على اللاعبين، نشاط مفاجئ، سرعة، سهولة في انتقال الكرة بين أقدام لاعبين، ولاعب الأهلي شاهد مشافش حاجة. سؤال الجهابذة اللي في الإعلام واليوتيوبرات يقول لك إيه فضيحة هزيمة الأهلي؟ ما بيراميدز اتغلب قبل كده، ما كتبتوش فضيحة ليه؟ مش انتوا كلكم مأجورين ولا ايه؟ يقول لك زلزال هزيمة الأهلي، انتوا كلكم مأجورين، حتى الأهلاوي مأجور. ما يبقى في فريق معصوم من الهزيمة؟ في فريق بيفوز باستمرار؟ اي لاعب مهما كان ليه كبوة وليه اسقاط في مباراة، اجهاد. الظروف اللي مر بها النادي الاهلي من كولر الى الان تغييرات، يعني كويس ان الاهلي يعني وصل الهزيمة في هذه المباراة فقط، غير يعني كان غير من فريق تاني كان صعب، انما يتغلب من فريق مثلا في مستوى بيراميدز مش فضيحة ولا زلزال زي ما انتوا بتقولوا. دي مش فضيحة، الكورة. النهارده انا متوفق، ربنا وفاني، والتاني ربنا ما وفقهوش، واللعيبه بتبقى متخاذله، زي ما يكون متعمده، ان مثلا ايه اللي ما بيلعبش نزل، حتى اللي نازل الكرة بتضيع منه ولا مبالاة، يعني مش حتى ضاعت منه يروح يجيبها يديها للاعب بيراميدز، لا، زي طاهر لعبتين ورا الكرتون ورا بعض تطول منه، مش يروح يجيبها ويسرع اللعب، لا، اللي تطول منه خلاص يا عم سيبك منها. مش معنى لما الاهلي يتغلب تبقى زلزال وفضيحة. الاهلي بتحارب من يوتيوبرات الاهلي المأجورين اللي شغالين لك فضيحة زلزال. ايه يعني هزيمة ماتش؟ يعني اتهزمت من مودرن ولا اتهزمت من فاركو؟ نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية للتخبط وعدم ثبات تشكيل لاعبين. والاهلي معروف، او مجلس ادارته اللي بيقول له الخطيب مش هيعترف بفشله او بخطئه. اليوتيوبر اللي بيقول الخطيب مش هيعترف، الخطيب دي سيدكم، سيد الكرة المصرية، كلاعب اسطورة واداري رئيس نادي اسطورة، رغم انفكم يا مأجورين كلكم